اليوم راح أعمل معكم إيطالية الجدات والأمهات كيف كانوا يعملونها زمان. بدي قمح منقوع من الليل وشوية فانيلا عشان زنخة الحليب، لأني بدي أحط حليب طازة. لازم حليب طازة سواء غنم أو نعاج أو بقر، ومعلقة نشا صغيرة لأنه نشا القمح راح يكون خفيف، وسكر. ما بدي أكثر سكر لأنه السكر الأبيض مضر أصلا، وقلته أحسن. فهذا القمح نقعت كاسة قمح صغيرة، غسلتها ونقيتها من الليل، وحطيت معها كمان كاسة قدها شعير ونقعتن. هسه منقوعات. زمان الأمهات والجدات بإيديهن كان يضلن يعصرن فيه قبل ما يطلع النشا. لا، أنا بدي أحطه بالخلاط. مدام الخلاط موجود بدي أحطه بالخلاط، والحياة صارت سهلة، بدنا نروح للحياة السهلة. قمح والشعير في الخلاط، صفيته، طلعت كل النشا منه وعصرته زين. هسه حصلت على نشا القمح، طلعوا ما أحلاه، كيف ثقيل وكويس. عصرتهن بإيدي لأني بدي كل النشا، بدي أعصرهن لآخر نتفة نشا. الإيد أسرع من المعلقة. بعد ما عصرت القمح والشعير حصلت على هذا القوام. طلعوا اللون أحلى، عسلي بجنن، والقوام ثقيل. بس أنا عشان القوام هذا مش راح يطلع القوام اللي بدي إياه، بدي أحط معلقة نشا صغيرة. هاي المعلقة. أحط سكر، نتفة فانيلا، لأنه الحليب بشهر واحد بيكون فيه زنخة، سواء حليب البقر أو الغنم أو النعاج، عشان هيك نتفة الفانيلا هاي بتشيل الزنخة. بعدين الحليب الطازة، بعدين كله راح أحرك على البارد مثل هيك. هسه بعد ما حركته كله على البارد راح أولع الغاز، أحرك عشان ما ينحرق قاع الطنجرة من تحت ويطلع طعمه زاكي. هسه بدأ القوام يصير زي هيك، يثقل. من معلقة نشا صغيرة حطيتها، لأنه نشا القمح والشعير أعطاها قوام جامد وحلو. طلعوا ما أحلى اللون، جنن. إيطالية صحية بنشا القمح والشعير والحليب الطازة وسكر خفيف. وهيك صارت جاهزة. صحتين وعافية.